السلام عليكم. ولاء عبد العزيز معاكم وسنتر بكار مول، وجايبه لكم الخلاصه من الاخر. ايه الميزه الحقيقيه للبروتين وايه العيب الحقيقي للبروتين؟ اقل سيرش هنعمله هنكتشف ان البروتين كله يعتبر عيوب والناس بتخاف منه، ولكن لو عرفنا الميزه الحقيقيه والعيب الحقيقي بجد هنقدر نتفادى كل الاخطار. انا عارفه ان المهمه دي مهمه المتخصصه اولا واخيرا، ولكن انا يهمني ان الوعي البنات تكون عندها وعي بنسبه على الاقل متوسطه، بحيث هي تقدر تتابع بعد كده حالتها مع المتخصصه. الميزه الحقيقيه للبروتين هما ميزتين. الميزه الاولانيه هو فرد اللي احنا كلنا بنجري عليه، اللي احنا كلنا بنسعى عليه، فرد، وبيدي الفرد حته ان هي انسيابي او منشي وواقف. دي راجعه لحاله الشعر زي ما شرحت قبل كده وهقولها سريعا برضو النهارده. تاني ميزه، ودي ميزه بقى معظم البنات ما تعرفهاش، ان هو منشط قوي للبصيلات. البنات بتتصور انها لما بتعمل بروتين الشعر بيبدا الجديد يطلع بسرعه ويطول، لانه محطوط فيه بوتوكس وفيلر وكولاجين وراجع لونه على الماده. كل ده كلام مش عايز اقول الفاظ خارجه، ولكن كلام ملوش اساس من الصحه. من خواص الاحماض اللي في البروتين ان هي منشط قوي بدورها بطبيعتها، انها منشط قوي للبصيله، مش راجع لماده مضافه ليه. يبقى دلوقتي الميزه الاولانيه الفرد، الميزه الثانيه منشط للبصيلات. فانا لو عندي شعر رفيع او بيطول زي البيبي هير كده، ما بيطول بمعدل اقل من اللي ورا، بيعمل ايه؟ بينشط وبيدي معدل طول اعلى، تمام، في خلال الشهرين الاولين من العمايل. الميزه دي نقدر نستغلها مع بعض الناس اللي عندها ضعف في البصيلات او كحاله من الاول، اللي هم الحاله الوراثيه، اللي هو التساقط الوراثي، اللي هي الحالات البسيطه. طبعا شوفوا التضاد الفظيع ان البنات بيبقى عندها حاله تساقط وراثي زي ما انا كنت قلت في فيديوهات سابقه، فبتبقى خايفه تعمل بروتين. لا، انا ممكن اعمل من البروتين خطه مع متخصصه واعيه واعمل العكس، واعمل تنشيط للبصيلات اللي حصل لها جزء من الخمول بدون اللجوء للماده اللي هي بنخاف منها، اللي هي المينوكسيديل. وبالنسبه لي هي المينوكسيديل دي بجد بجد احلى كلمه سمعتها عليه انها مشروع فاشل. طبعا ده دكتورنا الجميل دكتور كرولوس كان ده رأيه، وهو يعني بالتجربة وبالخبرة اللي أنا مريت بيها مع الحالات فعلا مشروع فاشل. أقدر أعمل من البروتين منشط بسيط، طبعا بيعتمد جزء كبير منه على الفرد، ولكن زي ما قلت لكم متخصصة واعية هي اللي تقدر تمشي في الموضوع ده. تاني بقى حاجة، مساوئ او عيوب البروتين. طبعا كل او معظم البنات هتقول التقطيم والنشفان والوقوع و العيب الحقيقي للبروتين بيتلخص في التخلص من التالف، او التالف بيقطمه ويبوظه وينشفه. وده تفسير حالات التقطيم الشديده بعد البروتين، لان معظم البنات بتعمل البروتين على شعر مقصف جدا او مسبوق او حالات الصحيه مش قد كده، فهو بيعمل ايه؟ بيجي على ده ويبقى حمل عليه زياده. فالصح هنا عشان اتفادى الخطر ده ان انا اتخلص من التالف، والتخلص ملوش حل غير القص. في حلول اخرى زي ان هي بترطبه وبتلطفه، ولكنها كلها بتكون حلول مؤقته. كده ما قالوا في النهايه هو ايه؟ التقطيم. والتقطيم كمان بشكل يا ريت كويس، لا ده التقطيم كأن الشعره مزت، فتحس ان هي ناشفه جدا بايظه جدا محتاجه ترطيب قوي. وانا ضد الترطيب وان انا اقعد اجبس في الشعر المقصف والبايظ، لا، انا اتخلص منه افضل ويبقى كل الشعر اللي موجود سليم. اذا نلخص كده ان الميزه الحقيقيه للبروتين تنشيط بصيلات غير الفرد. العيب الحقيقي للبروتين ان هو بيجي على الشعر البايظ ويقطمه ويبوظه، وبيبقى طبعا الجفاف والتقطيم ده هو العرض اللي قدام الناس الواضح. فانا اقدر استغل المميزات دي واقدر اتفادى الاخطار دي.